تعال اخوكم في جوله لعمليه التلقيح اللي بتتم على النخل المجدول في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي. ده بسم الله ما شاء الله نخله دي تم تلقيحها بالكامل، وفيها يعني على راي محمود بيقول لي الخير على قدوم الوردين. فبسم الله ما شاء الله فيها اكتر من من حوالي 7 8 صبايا تتلقحوا. تعال نشوف محمود. يا حاج محمود بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ دي بقى عمليه التلقيح ما شاء الله. ده لسه جديد هتلقح دلوقتي. دي لسه فاتحه. طب وده خلص خلاص وتوبر وتلقح والعقد اخباره ايه؟ ولا لسه ما يظهرش دلوقتي؟ قدام مننا شهر عشان يظهر العقد الكامل. دي بقى احنا بنلقح مانيوال. فهمنا العمليه يا محمود. دولت اللقاح الدكار بتاع النخل. دول الدكار بتاع النخل. دول بتحطهم بودره، اعتبر بودره خام. ما شاء الله. كده احنا كده بنعمل عمليه التلقيح للنخله للسباطه. ما شاء الله. قول لنا كده، دي نموذج لنخله فيها بشائر حلوه السنه دي. لو واحد ما فيش ثاني 3 4 هذا 5 6 7 ده في الجنب اللي قدام مني. عندك هذا 8 هذا 9 هذا 10. انا شايف كيزان الناحيه الثانيه ما فتحتش. 12 كوس. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 12 كوس فين؟ في القلب اللي فوق. ما شاء الله. في حاجات تحت لسه ما جاتش. غير اللي هو الارض كله. احنا بس انا شايف ان ربنا هيكرمنا السنه دي ان شاء الله ضعف كرم السنه اللي فاتت. باذن واحد احد ان شاء الله. السنه دي محصول غير السنه اللي يعني حتى انا شايف في الفسائل بسم الله ما شاء الله، وشايف في الكيزان اللي فتحت. بس ما قلتليش يا محمود. انا شايف اغلب الفسائل اللي احنا مربطينها ومجهزينها مطلعه علشان خدت وقت جامد في الارض. عايزه تطلع. عايزه تطلع. بس فيها قوه. ايه اللي يخليها تطلع كيزان فسائل؟ واكله كويس وشربه كويس واخدها حقها في كل حاجه. يعني واكله جزاري ولا واكله؟ لا واكله جزاري. لو من حقها تاكل جزاري. تعال ننتقل لباقي النخل. تعال كده. يعني احنا عندنا زي ديت نخله مجدول برضه. ديت لسه ما تلقحش فيها حاجه. دي لسه دي مجدول ما تفتحش. ما تلقحش فيها حاجه خالص لسه. لسه ما تقرب يا ابراهيم. دي لسه الكيزان اللي فيها بسم الله ما شاء الله. يعني لسه ديت ما كيزان من فوق كمان بسم الله ما شاء الله. كيزان طالعه من فوق. طب تعالى قول لي دي كده يا محمود بعد اذنك. هي الصبايط عامله كده ليه؟ هو اصلا عرجونه صغير. عرجونه؟ لا عرجون لا العرجين اللي متلويه دي. اللي هو فوق ده. ده ساعه التقويس بيجي عندك فوق. بسم الله ما شاء الله. انت هنا ملقح. الشرطه لسه هنا. بتكلم على الثانيه مش دي اللي تحتها. زي دي. زي دي. مقوسه دي. هي لازم تطلع باتجاه. بتاخد اتجاه طالعه وهي طالعه كده. هي طالعه كده. زي ديت مثلا لسه صغيره اهي. طالعه بشطر. يعني ديت هي ساعه التجويف دي ترد في مكانها. بس المجدول السنه دي في كرم كبير من عند ربنا. بسم الله ما شاء الله. الانتاج السنه دي انت بتطمن على الوبر. ده لازم زياده تاكيد للي فوق ديت اللي فكت وقعت الوبره. ايوه الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. انت عندك يا محمود كيزان هنا بسم الله ما شاء الله ما فتحتش. دي معديه ال 15 كوز. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. انا قلت لك كلمه في التليفون. قلت لك الخير على قدوم الوردين. لا والخير سببه القاعدين برضه. لا والوردين اكتر. النخل ده يا محمود زيه البني ادم. لو ابنك تعبان يبقى انت قصرت في حقه. لو ابنك شكله كويس يبقى ابوه محترم. هو احنا ليه بنقول للناس يا محمود تعالوا شوفوا المشروع على ارض الواقع؟ تعالوا شوفوا النماذج اللي هي هتبقى كوبي بيست لحضراتكم علشان خاطر المصداقيه نكونوا احنا صادقين مع عشان نبقى صادقين مع الناس ومع نفسنا الاول ومع نفسنا، وعشان الناس تيجي تعرف نظافه المزرعه، جوده النخله، جوده. يعني انا عجبني قوي لما جه مهندس زراعي مع احد العملاء الاسبوع اللي فات ولقى بعض النخل الجريد فيه جريد اصفر. فقال له الله يبارك لك. ليه؟ في ناس وهي بتقلم بتعمل ايه؟ بتشيل الجريد الاصفر كله. بتحف في كل حاجه. ما الجريده الصفر دي تبقى جريده قربت تخلص، فبدل ما انا اقطعها النهارده ما اسيب النخله تستفيد منها. يعني احنا مثلا ده بادي اصفرار. ده النيتروجين بدا يخلص من قدام، بدا يرد لورا لنهايه الورقه.
انت منها تسحب لغايه ما ترد للنخله. ما هي دي مصنع النخله، ما ده المصنع اللي بيدي الغذاء للنخله. جه لما لقى التقليم، احد العملاء كان معاه مهندس زراعي، لما لقى التقليم مش احناش حافين النخله، قال الله يبارك لك، الله قال لك الناس اللي قائمه على المزارع دي بتفهم. الله يبارك لك يا عم محمود. الله يبارك لنا فيك. وقطاعات السيوي طبعا لسه ما فتحتش، في بس مش كتير يعني، مش كتير. هو المجدول دايما بدري حتى في قطفه وفي حصاده بيبقى بدري. قبل من الصعيد بشهر، من السيوي بشهر، قبل من السيوي بشهر. رمضان عمل معاك ايه؟ تعبك؟ طب هو على الاجر على قدر المشقه. ربنا يعينك ويوفقك ويبقى الاجر مضاعف في رمضان.